السلام عليكم. من بعد ما كنا طامعين في منتخبات عالميه بحال المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الدنماركي اللي ناخذوا معاه اخر حصه ولا اخر مقابله وديه لعبوها باش قبل ما ندخلوا المقابله ديال كرواتيا وديال كندا، الزهر ديالنا كيجي فيه منتخب جورجيا. هذا المنتخب اللي ما مصنفش واللي معمرو شارك في كاس عالميه، اذا هو المستفيد اكثر ما انه كيستافدوا اللاعبين ديالنا المغاربه والطاقم التقني ديالنا. هاد المقابله هذه غادي نهضروا على التشكيله اللي خاصها تدخل، غادي نهضروا على شنو هي النقاط اللي خاصو يديرها وليد الركراكي وشنو هي النقاط اللي خاصهم يديروها اللاعبين ديالو في هاد المقابله هذه باش اننا نستافدوا منها باكبر عدد من النقاط اللي نستافدوا منها ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادشي كامل غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو هذا. ديروا جيم سبسكرايب، دعموا القناه باش نواصلوا التحليل والتقييم والاداء واي حاجه كتخص كاس العالم قطر 2022 المونديال العربي الاول. انترو. المنتخب الكرواتي ضد السعودية والمنتخب الكندي ضد اليابان والمنتخب البلجيكي ضد مصر، منتخبات ومباريات قمة قمة قمة، عكس المنتخب الوطني المغربي اللي عنده ماتش ضد جورجيا. هذه المقابلة اللي كنظن على أن وليد الركراكي غادي يدخل أبرز التشكيلة اللي غادي يقدر يدخل بها المنتخبات ضد المنتخبات ديال كرواتيا كندا وبلجيكا، غادي يدخلوا في هذه المقابلة ديال جورجيا، أي أنها غتكون التشكيلة الرسمية اللي غادي تخوض غمار مباريات كأس العالم. ولكن قيمة الخصم ومستوى الخصم غادي يفرض عليك على أنك ما تمتحنش وما تختبرش طيلة أطوار المقابلة إلا إذا هو هاد كفاراتسخيليا اللاعب اللي كيلعب في نابولي واللي كيقدم أداء جيد وجيد جدا مع الفريق ديالو، ما غاديش يكون حاضر في المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي بسبب الاصابه اللي المت به مع فريقه نابولي. اذا المنتخب الوطني المغربي غادي يخوض مقابله ما غاديش يهجم علينا فيها الخصم. من بعد ما كنا كناخذوا مقابلات كبيره بزاف وكان كيهجم علينا الخصم وكيحط لنا نقاط القوه ديالنا ونقاط الضعف ديالنا قبل ما نظهروا في اي كومبيتيسيون، خصوصا انك لعبتي امام منتخب تشيلي ما هجمش لك، ولعبتي امام منتخب باراغواي ما هجمش لك، ولعبتي امام المنتخب الجورجي و100% ما غاديش يهجم عليك. ولكن نقطه القوه الوحيده اللي استفدنا منها من المقابلات الاولى يعني لا تشيلي ولا الباراغواي هو انه ملي طحنا امام هذه المنتخبات هذو ما عرفناش نماركيو بمهاجم. هذا ماشي عيب وماشي مشكل، ولكن كيبين لك العقم الهجومي، كيبين لك انك ما عندكش حلول هجوميه تقدر توصلك البوط. بالعوده ديال عبد الرزاق حمد الله يقدر هذا المشكل يتحل ويقدر ما يتحلش. يقدر يتحل الا مشينا تلعبناه وعطيناه الفرصه وبين لينا انه يقدر يبين لنا، ولا ما انه بقينا كنلعبوا يوسف النصيري وبقى الاداء ديالو المتواضع هجوميا. اذا غادي نبدا في سرد التشكيله اللي غادي يخوض بها المنتخب الوطني المغربي هذه المقابله هذه، و ميم طون كنقولوا نقاط القوه ونقاط الضعف ديال المنتخب الوطني المغربي. في الحراسه 100% غادي يكون بونو الحارس الاول ديال المنتخب الوطني المغربي، ومن نهار خدا الرسميه مع المنتخب ما بقى حيد ليه حتى واحد، خصوصا انه المستوى ديالو طلع اوروبيا، المستوى ديالو طلع محليا، المستوى ديالو طلع على جميع الجوانب. المشكله عند بونو هو انه هذا الموسم مع الفريق ديالو مقدم اداء متوسط الى لا بأس به، خصوصا ان الفريق كيعاني وما دارش ريكريتمون ديال انهم يجيبوا مدافعين ملي مشى كوندي ملي مشاو لاعبين اخرين، وبقى الفريق كيعيش في وضعيه متازمه حتى انهم صيفطوا لوبيتيغي وجابوا المدرب الجديد القديم اللي هو سان باولي. في الدفاع التشكيله ديالنا غتكون واضحه وضوح الشمس في نهار جميل. العوده ديال نايف اكرد وغانم سايس اللي هو الكابيتان، ما غتقدرش تقول على ان غانم سايس ما غاديش يكون الا اذا كانت اصابه. وفي الجهه اليمنى غادي يكون اشرف حكيمي، وفي الجهه اليسرى غادي يكون نصير المزراوي. هذا اللاعب هذا اللي قدم اداء جيد وجيد جدا في الطروه، واللي قدم اداء جيد وجيد جدا لا الاداء الدفاعي ديالو لا الاداء الهجومي ديالو. نهضر على الدفاع الحاجه الوحيده كما قلت هو انه ما تختبرش هذا الدفاع هذا، خصوصا ان ثلاثه اللاعبين اللي عندنا ما تختبروش. كنهضر على سيس ما تختبرش، خصوصا انه المستوى ديالو ضعيف جدا مع بشكتاش، ونايف اكرد اللي يلاه راجع من الاصابه اللي المت به مع نادي ويست هام، واللي بدا كياخذ مقابلات واللي كان كيقدم فيها اداء جيد. ما غاديش نقدر نقولوا جيد جدا لانه خد مقابلات متواضعه جدا في الدوري الاوروبي. واشرف حكيمي هذا اللاعب اللي باقي ما خد حتى مقابله
حقيقيه هذا الموسم باقي ما خاد حتى مقابله اللي تقدر تقول على ان اشرف حكيمي كيقدم اداء واعر بزاف. الاداء الهجومي كاين وديما كاين، لان اشرف حكيمي تبارك الله ديما كيقول لنا انه يعني البدايات ديالو راه كان مهاجم، ولكن الاداء الدفاعي عليه تساؤلات وتساؤلات كبيره بزاف. ولكن نتمنوا على انه يكون في المستوى في المقابله ديال كرواتيا. الان حنا كنباغيين المقابله ديال كرواتيا هي اللي خاص يكون فيها الاداء الدفاعي جيد، هي اللي خاص يكون فيها الرزانه الدفاعيه جيده جدا. في وسط الميدان كنهضروا على ثلاثي اللي يقدر يكون رسمي في المونديال: امرابط، املاح، وعز الدين أناح. ثلاثه ديال اللعابه بمواصفات مختلفه، ثلاثه ديال اللعابه اداء مختلف. كنهضروا على امرابط المركز الثقل ديال فريق فيورنتينا، كنهضروا على املاح اللاعب اللي باقي ما خاد حتى مقابله هذا الموسم هذا، يعني مده طويله ما خاد حتى مقابله من نهار بدا في المشاكل مع الفريق ديالو، تجديد ما تجديد صافي جلس الثلاجه. ولكن قلنا على ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم دارت واحد البروغرام اللي به انه السيد يبقى في الطراوه البدنيه ديالو، يبقى في اللياقه البدنيه ديالو. وهادشي اللي بغينا حنا باش انه يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم هو داك الدم ديال امرابط، هو داك اللاعب اللي يغطي على امرابط ملي يكون في شي جهه، او لانه يكون عنده رقابه ديال انه تكون عنده الرقابه ديالو كمودريتش. لان امرابط الدور ديالو في المقابله ديال كرواتيا هو انه يقابل مودريتش ويقابل كوفازيتش، هاد اللعابه اللي غادي يكونوا كيتبادلوا المراكز ما بين 8 و 10. فالدور ديال امرابط غادي يكون هاد الثنائي هذا، ونتمنى على انه يكون في الموعد ديالو ويحاول يزمطهم، لان المقابله ديال كرواتيا اللي غادي يحكم الميليو تيران هو اللي غادي ينتصر. وان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو اخر غادي نهضروا على نقاط القوه ونقاط الضعف ديال كرواتيا، واللي غادي تكون مفصله بواحد الطريقه ان شاء الله جيده جدا. غير دير جيم وسبسكرايب ودعم القناه باش هذا الفيديو هذا يوصل بزاف ديال الناس، وهاد التشكيله توصل بزاف ديال الناس. والخط الثالث غادي يكون مكون من بوفال، زياش ويوسف نصيري. هاد اللاعب هذا اللي كيحظى بثقه المدرب وليد الركراكي، كيحظى بثقه الطاقم التقني، كيحظى بثقه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. هذا ماشي عيب، هذا ماشي مشكل، ولكن حنا بغينا غير تكون النجاعه الهجوميه في المقابله ديال جورجيا. نحاولوا انهم يبانوا لنا يعني ثنائيات، يعني يحاول ان يوسف نصيري يدير ثنائيات مع بوفال، يدير ثنائيات مع زياش، يدير ثنائيات مع مناحي، باش نشوفوا انه راه في الطوب ديالو، وباش نشوفوا انه قادر يكون في المنافسات بشكل ايجابي وبشكل جيد جدا. وإلا انتقلنا المنتخب ديال جورجيا وهضرنا عليه، فهذا المنتخب هذا كيدربوا منتخب فرنسي سميتو ويلي سينيور، هذا اللي لعب مع زيدان واللي دار الافراح ديال المنتخب الفرنسي في 1998. كيدرب هذا المنتخب هذا في اخر 10 مقابلات قدم اداء جيد جدا. ربح السويد، ربح مقدونيا الشماليه، ربح منتخبات عريقه جدا، يعني بمستوى وبمعدل ديال 10 ديال المباريات انتصر في 8 وخسر في 2 ديال المقابلات. هذا المستوى جيد جدا في الانطلاقه ديال هذا المدرب مع هذا المنتخب هذا. نتمنوا على ان هذه الخطه وهذا التكتيك وهذا الشيء ديال اللي كيدير سينيور ان شاء الله يوقف ويتحبس امام المنتخب المغربي. بغينا المنتخب ينتصر. بالنسبه للتكتيك اللي كيلعب به هذا المدرب مع هذا المنتخب هذا، فرق كيلعبوا بخطه ديال 3-4-3 دائما، وهذه الخطه هي اللي ما كرهناش من المدرب وليد الركراكي انه اللي يعتمد عليها واللي يديرها، خصوصا انه عنده لاعبين اللي يقدروا يشغلوا يعني 3 مراكز ديال قلب الدفاع. كنهضروا على بانون، كنهضروا على اليامي، كنهضروا على نايف اكرد، كنهضروا على اشرف داري. عنده لاعبين كتار بزاف في هذا المركز هذا، واللي يقدروا يديروا هذه الخطه هذه بطريقه ايجابيه، لانه في المقابلات الاخرى كتبغي الدفاع ديالك يكون رزين جدا على اعلى المستويات. هذا ما كان على المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الجورجي. ما كرهتش منكم انكم ديروا جيم وسبسكرايب ودعموا القناه، واللي يقدر يبارطاجي باش هذا الفيديو يوصل اكبر عدد من المتتبعين المغاربه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا ما كان. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.